شاب صغير بنى اقتصاد الهند. في الخمسينات ديروب هاي كان لسه شاب بسيط من عيله متواضعه في ولايه في الهند. طموحه كان اكبر بكتير من ظروفه. قرر يسافر اليمن ويشتغل موظف بسيط في شركه تجاريه، تقريبا يعني زي اي هندي بيفكر في الحياه في الخليج، لكنه ما كانش من النوع اللي بيرضى بالقليل. فرجع تاني الهند سنه 58 وبدا شغل في استيراد خيوط البوليستر والتوابل. انا عارف طبعا ان دول حاجتين بعيد عن بعض خالص، بس هو كان بيشتغل ليل نهار وفتح شركه صغيره اسمها ريلاينس، اللي هي هتكون شركه متخصصه في كل حاجه تقريبا. الميزه بقى عنده انه كان بيعرف يقرا السوق كويس، وابتكر طرق جديده لتمويل شغله، وتقريبا كل بيت هندي بقى فيه قطعه من شغله. ولما توفى سنه 2002 شركته كانت اكبر شركه في الهند، ومن ساعتها ولاده الاثنين مسكوا الشغل وكملوا الامبراطوريه من بعده. واحد ركز على البتروكيماويات والاتصالات والتجزئه، والتاني اشتغل في الخدمات الماليه والاعلام والبنيه التحتيه، لحد ما الاخوات حصل بينهم انقسام، لحد ما واحد منهم حقق نجاحات كبيره في شركته ريلاينس جيو اللي غيرت مجال الاتصالات في الهند وقدمت الانترنت باسعار خرافيه لكل الناس. ودي حاجه هنتكلم عليها في فيديو تاني. المهم اللي عايز اقوله لك بقى، من شاب بسيط بيدور على رزقه لعيله بقت رمز للنجاح والثروه، قدروا يغيروا الواقع مهما كان صعب. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر اعمل فولو وما تنساش اللايك والشير.